تشتري في البيرمي في المغرب. تخيلوا معايا ان نسبة السقوط 90%، الرباط 100%. تخيلوا ان حتى حد ما نجح. نهار بدلوا الاسئله وداك الشيء حتى حد ما نجح، لم ينجح احد. او تمالهم سولوهم كيفاش كتزرع بطاطا ولا كيفاش يخرجوا الزيت ديال الكيف. على ذكر الزيت ديال الكيف، هل يجوز نطيبوا بالزيت ديال الكيف في رمضان؟ باش نكون معكم واقعي، كان خاص ضروري تبدلوا الاسئله، لان الاسئله قداموا. تخيلوا معايا راه سنوات عجاف ونفس الاسئله كيتعاودوا. او على باش تبدلوا الاسئله على قانون السير تبدل، على الطوموبيلات ما بقاوش كيمشيو في اليمين ولاو كيمشيو في اليسار، ولا عندنا طوموبيلات كيطيروا ولا كيهبطوا للانفاق لتحت. على ما شنو تبدل كاع؟ قانون ديال الغرامات تبدل، هذاك سولوه فيهم ماشي مشكل، ولكن شنو تبدل كاع اخويا في هذا قانون السير هذا؟ على ولينا كنزيدوا في الاحمر ونوقفوا في الخضر ولا شنو؟ وما عرفتش انا هذا قانون السير هذا. انت اللي كتقول خص الاسئله يتبدلوا، زيدوا في الاسئله، يبقاو هذوك الاسئله القدام ويزيدوا اسئله اخرين، بحال دابا قانون الغرامات، بحال دابا المخالفات، بحال هادي ولكن ملي حلينا عينينا وحنا عارفين الضوء الاحمر كنوقفوا فيه والضوء الخضر كنزيدوا فيه عند السيارات وعند الراجلين. هادشي اللي عارفين حنايا من شحال هادي. مكتوب الله انا ما نديرو. السلام عليكم متتبعي الاعزاء، كنتمنى من الله تكونوا بصحه جيده وفين ما كنتو يا ربي امين. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا الاسئله ديال الامتحان ديال رخصه السياقه. غير هو بيني وبينكم راه ما عرفتوا واش الامتحان ديال رخصه السياقه ولا الامتحان ديال البكالوريا. ما نعرفش. سول هذوك الناس اللي مشاو يدوزوا شنو مشاو يدوزوا. غير التغيير الوحيد اللي راه كاين، قال لك اسيدي خصك تكون فايت مدوز التشمكير عاد تجي دوز هذا الامتحان هذا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ايوا خوتي خواتاتي، ظاهره هذه الحلقه غادي تكون زاهيه، ولكن قبل ما ندوزو للتفاصيل غادي تلقى حداك واحد جيم لايك جادور لعيبات كذا هذه ورك عليهم. ما تنساش تخلي واحد الكومونتير زوين يكون بحالك هكا، وما تنساش الاشتراك في القناه حتى هو وتفعيل زر الجرس باش هكا يبقى يوصلك كل جديد. ايوا دابا خوتي خواتاتي على بركه الله. يتساءل شنو وقع بالضبط؟ يعني نحاول نشوفوا خير. هذه السلام عليكم. شنو وقع بالضبط؟ قربنا خويا هاد الناس هادو راه فاجئونا هاد الاداره هادي. الناس ديال نهار ديال الجمعه قلنا للاستاذه في المدرسه، قلنا لها الا كان القانون جديد اجلي لنا الدوسي، ولا قالت لك لا راه ما كاينش القانون الجديد، راه كاين واحد 3 سؤالات كاينين معاك في ديك 40 سؤال ولا. دابا فاش جينا هاد الصباح ندوزو راه تفاجئنا. اولا بعدا تحيه للناس ديال شوف تيفي، ديما حاضرين معنا في الحاره وفي الحلوه. تلقاهم هما صاحبي راهم كيسبقوا الحدث قبل ما يوقع. صاحبي قبل ما يوقع الحدث كتلقاهم هما واجدين تما. تحيه لكم هنا. ثانيا سيدي، هاد السيد هذا قال لك فاش جاي باش يدوز الامتحان تفاجئ. باش تفاجئتي بالاسئله؟ عطينا سيدي شي نموذج من هاد الاسئله هادو. بالنسبه نتايا 3 ايام وانت كتحفظ مناعش، كتحفظ باش تجي دوز ديك البيرمي ديالك وتشد وتمشي بحالك. جاي حاطين لك دري صغير اللور في الطوموبيل، قال لك هذا ملي دير قصيده الله يستر واش يمكن له ياكلها في راسه ولا في كرشه ولا في صدره؟ باش غادي تعرف واش انت طبيب؟ انت تتكلم جد؟ ايوا راه خاصك تكون طبيب السي محمد، وإلا ما كنتيش طبيب كاع سول عليه الدكتور الفايد شنو واكل، سول عليه قول له شنو كلا وانت غادي تعرف الدقه فين جاتو. وهذا سؤال سهل، هذا راه سؤال سهل، غير انت ما بغيتيش تجاوب عليه. دوز اسيدي نشوفوا شي سؤال اخر عاوتاني. واحد السؤال حطوه لينا حنايا اللي قال لك واحد غادي سايق الطوموبيل وسكران، الى قرعه سكر بها، واش هذا السؤال يتحط؟ حشومه صاحبي ولا حشومه؟ نعم، إنها المخدرات. هذا سؤال سهل، هذا بعدا سؤال سهل. شوف غير الطريقه ديال السوغان ديالو، الطريقه ديال القياده، واش غادي بشويه ومثبت ومرزن؟ عرفوا راه ضارب داك الشيء النقي، راه ضارب الغالي الويسكي ولا الفودكا ولا ضارب شي حاجه غاليه. اما الا شفتي خارج كيعربط في الزنقه ولا غادي كيسوقو هو كيتمايل غا بوحدو، هذاك عرفوا ضارب غا رويجه دم الكلب ولا شي بيراس هكا، غا شلل فمو بداك الشيء وخرج كيعربط. هادي راه معروفه هادي، وهادي غير انت ما بغيتيش تجاوب عليها. لا اسمح لي في هادي. طالب شوف حنا كاع اصلا داخلين عوار راسنا غادي نسقطوا، واش فهمتي؟ راه اي واحد داخل هنايا يسقط. هادي قلناها حنا كاملين فاش كنا كندوزو الباك، حنا كاملين فاش كنا كندوزو الباك كاملين قلنا هاد الجمله هادي، حنا داخلين وعوالين باش غادي نسقطوا، حتى تفاجئنا بالاخرين راهم نجحوا. زيد سيدي نشوفوا عاوتاني شي اسئله اخرين عاوتاني شنو قالوا لهم.
داكشي اللي حطو ماشي لوجيك. شي اسئله في شي شكل بحال دابا دري صغيور هازه همو الا دارت قصيده واش غيتجرح في عنقو ولا في راسو ولا في كرشو. باش نعرف انا هادشي اصلا الدري غا صغيور كله غيمشي اصلا الا جينا نشوفوا باللوجيك. لا شي اسئله جايبينهم من المر. لا اختي اسمحي لي، هاد الاسئله ما جايبينهمش من المريخ، راه غير نتوما اللي ما عرفتوش تجاوبوا. الدري صغير راه ربي اللي كيحفظوا وربي اللي حفظنا كاملين حنايا، ما تعرفوش تعطيو هاد الجواب هذا. واسئله راهم في المتناول هادو، وراه غير نتوما اللي ما بغيتوش تجاوبوا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ندوزو نشوفوا سؤال اخر عاوتاني. مثلا واحد ديال الشراب هو اللي يعني كيفاش الريحه في الفم، كيفاش تعرف عاوتاني واحد السؤال واحد اخر ديال الرويضه كيفاش داكشي شنقول لك والله ما فهمتوش انا بعدا اصلا. واختي بيني وبينكم اش غادي نقول لكم، نتوما راه ما خاصكمش تمشيو للاوتو ايكول، نتوما راه خصكم تمشيو للبار اوتو ايكول، سمعتي؟ خصكم تمشيو للبار اوتو ايكول باش تعرفوا النوع ديال الشراب وباش تعرفوا الريحه ديال كل شراب. راه هادشي هذا اللي خاصكم. واخا رمضان هذا والبيران سادين، كون قلت لهم يحلوا لكم وسيروا لتما وتعرفوا الانواع ديال الشراب. هادشي اللي غادي نقول لكم انايا. وبزاف على هاد الاسئله هادي، وعييت ما نبرر لكم، عييت ما نقول لكم لا راه نتوما اللي عندكم الحق. وبزاف كاع مالنا سيدي على هاد الاسئله. شنو الريحه في الشراب؟ ولا كان شارب البسباس يلاه، ولا كان شارب ماء حياتي شنو غادي نقولوا هذاك اين ريحه كتعطي؟ ولا كان شارب الشريحه هذاك الشيء راه كيعرفها مقطره. ودابا سيدي شنو الحل اللي كان خاصو يدار بلاصه التغيير الجذري في الاسئله ديال الامتحانات نيل رخصه السياقه؟ شنو اللي كان خاصو يدار؟ خاص تكون واحد التغيير تدريجي، نزيدوا 4 الاسئله، لا غدي نزيدوا 8، لا غدي نزيدوا 10، عاد نغيروا في كل شيء ان شاء الله بربي. راه هي راك ما قلتي والو السي محمد. ما تجي تدور السيمانه حتى يتبدل كل شيء ويوليو كيف ما كنا، ولا انت باغي غير دوز انت غير تقطع انت يا الواد واللي بقى تدي الحمله ولا حكينا عندك الصح. راه هي حنا كنقلبوا على الحل، حنا بغينا شنو هو الحل. نقول للناس اللي دوزوا الامتحان هذاك اليوم الاثنين بانه راه غادي تعطاهم الفرصه باش يعاودوا يدوزوا الامتحان بلا ما يتحسب لهم هذاك النهار، لانه يوم الاثنين كانت اول مره استعمال ديال البنك. يعني يقول فئران التجارب، يعني هاد الحصه الاولى اللي دوزوا الناس اللي جاو دوزوا الاولين في هذا القانون الجديد فئران التجارب، الله يكون في عونهم مساكن. وقمنا بالتحليل ديال الاجوبه وفهمنا منين جاي الخلل وصلحناه، ولا غد ليه النسبه ديال النجاح طلعت ل 35%. بارح وصلنا ل 40%. كل نهار تنديروا التقييم، الوكالات تعمل تقييم، واليوم في الغالب غادي نوصلوا ل 55%. من هنا لاخر الاسبوع غادي نوصلوا للنتيجه ديال النجاح المعتاد. لم ينجح احد. الحل سيدي كيف ما قال وزير النقل، قال لك هاد الامتحانات هادو اللي داروا الناس اللي سقطوا هادي غادي يعاودوا ليهم الامتحان وما يتحسب لهمش هاد الاول. هذا هو الحل. حنا بغينا حل لهاد المعضله هذه. كانت 600 سؤال ولا 1000 سؤال، هادشي هذا كيفاش غادي يديروا يحفظوه هاد الناس هادو اللي باغيين يدوزوا هاد الامتحان هذا؟ واقيلا لا خفت نكذب استغفرت الله العظيم، هذا واقيلا امتحان عذاب القبر هذا. انا لله ودعمت. وتغييرات التي ستطال بدءا من 18 مارس. الأسئلة ديال الامتحان النظري ديال رخصة السياقة تستوقف عبد الفتاح مؤمن في كلمات القانون. أهلا بك عبد الفتاح. أهلا سناء. تبارك الله، 1000 سؤال بدل 600 سؤال، لماذا؟ اولا لانه هناك يعني الاسئله 600 سؤال اصبحت متداوله عند اغلب المترشحين. لم ينجح احد. كيفاش هاد 600 سؤال ولات متداوله بين المرشحين؟ راه 600 سؤال راكم كتعطيوها لنا في الكود فاش كنكونوا في الاوتو ايكول، راه حنا كنحفظوا ديك 600 سؤال اللي كتعطيونا. سمعتي؟ نتوما قلتوا غادي تزيدوا واحد 400 سؤال. واش هاد 400 سؤال واش عطيتوهم الاوتو ايكول باش يقريوهم المترشحين باش غادي يجيو يدوزوا الامتحان؟ واش عطيتوهم ولا لا؟ زيد كمل اسيدي نشوفوا شنو باقي معاك. بالتالي اصبحت كلشي ولا حافظ ولا كلشي حافظ هذاك الكود، زائد على انه ما نساوش على ان مدونه السير اتت بمجموعه من التغييرات التي تستوجب كذلك تغيير الكود، ما يعرف عند الناس بالكود، دخول مثلا جناح جديده كمثلا السياقه في حاله السكر، وبالتالي يجب على المترشح ان يعرف مجموعه من الامور التي تتعلق سواء بالمركبه او بطرق السياقه. الظاهر لي كتدخل وتخرج من الهضره. شنو قلت لكم في اول فيديو؟ تعديل قانون الغرامات ديال في حالة السكر درتي شي مخالفة، تغيير القيمة ديال الغرامات، يعني زدتو في الخطية اللي دار شي مخالفة ولا كيخلص الزايد. هذه هي. وانتوما جالسين كتخلعوا لينا في عباد الله البيرمي صعاب على مال هذا البيرمي هذا غادي يبدل حتى البلايك ما غيتبدل لهم المعنى ديالهم، ما يبقاش داك المعنى اللي كنا كنعرفوا ولا شنو. الضوء الحمر راه حنا كنوقفوا فيه، الضوء الخضر راه حنا كنزيدوا فيه، لا الطوموبيلات لا الراجلين. ومالكم معانا
مالكم محمقين لينا راسنا؟ هذا قالوا زوينين. والشي دابا مع هاد التغيير هذا اللي طرا في البيرمي، الناس اللي خداو البيرمي شحال هادي ايامات 3 الصفحات والبيرمي احمر والبيرمي الابيض وعاد هذاك البيرومتري هذاك، هادو غادي تلقاهم فرحانين وناشطين كيقول لك حنا دزنا في الضوء بحالي انا مثلا. انت شفتي سيدي الناس اللي خداو البيرميات شحال هادي، الناس اللي دازو في الوقيتات الغفله ها هما تلقاهم فرحانين ناشطين كيقولوا حمدتك يا ربي وشكرتك، كلشي غادي تلقاه فرحان. وماشي غير الاسئله اللي تغيروا بوحدهم، حتى الطوموبيلات اللي غادي يدوزوا بهم السوغان، هذاك الامتحان ديال السوغان حتى هما بدلوا لهم الطوموبيلات، جابوا لهم قال لك اسيدي سيارات ذكيه، قال لك اسيدي بغاو يديروا بحال الامريكان. السيارات الذكيه الجديده لامتحان رخصه السياقه بالمغرب قريبا، ولا تبدلوا الاسئله وبغيتي الطوموبيلات ما يتبدلوش، انت مالك هبلتي ولا واش غادي نقول لكم الناس اللي شدوا البيرمي قبل ما يتبدل، واش غادي نقول لكم الناس اللي عندها، واش غادي نقول لكم الناس اللي شدوا البيرمي شحال هادو اللي شدوا البيرمي ولو غير بسيمانه قبل هذا التغيير هذا، كنبغي نقول لكم نتوما راكم دزتوا في الضوء، اما اللي بقاو مساكن هادوك اش غادي دير؟ والسي عبد المجيد راه قال لك غادي يقطع الضوء في مارس، ها هو مارس راه غير حنا ما فهمناش، غير حنا كسحابنا الضوء، ساعه هو قطع الضوء على البيرميات، ولا اله الا الله مع هاد الناس هادو. ولكن من بعد هذا الفيديو هذا اللي غادي تشوفوا دابا وانتم براسكم غادي تقولوا فعلا راه خاصهم يبدلوا الاسئله ديال الامتحان، راه فعلا الامتحان ديال رخصه السياقه خاصو يتبدل، ها انتم شوفوه كي داير. شويه بالك هنا تيكونوا البوليس، ما تقتينيش انت قرا هنا تيكونوا البوليس. فرحان قوي. كاتبين في البلاصه تكنوبوليس تيكونوا البوليس، هيا باينه، وفي البلاكه كاتبين لهم تيكونوا البوليس تكنوبوليس. واش عرفتوا دابا علاش تبدلوا الاسئله؟ واش عرفتوا دابا علاش البيرمي صعاب؟ لاخاطش اللي ولا كيجي كيديه، ها نتوما تكنوبوليس ولا تيكونوا البوليس. واش غادي نقول لكم؟ الى هنا وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو هذا الزوين والرائع. الا كنتي اول خطره كتشوف هذه القناه هذه وعجبتك غير شي حاجه صغيره، ما تنساش الضغط على زر الاعجاب وزر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. كان معكم محمد ابو اياد، والى فيديو اخر ان شاء الله.